هو ليه العنكبوت في القرآن اتذكر بصيغة الأنثى رغم إن العنكبوت ذكر؟ يعني مثلا في الآية الكريمة مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا. العنكبوت واتخذت، هنا بقى المتربصين للقرآن قال لك بس القرآن هنا في خطأ، وقعدوا بقى يهللوا وخطأ ومش عارف ايه، ولكن ربنا سبحانه وتعالى حب يسيب معجزة كده تزيد المؤمنين ايمانا وتزيد الكافرين مذلة ومهانة. اثبت العلم الحديث يا سيدي ان اصلا اللي بتبني بيت العنكبوت هي انثى العنكبوت. انثى العنكبوت هي اللي بتبني البيت كله، والذكر ما بيعملش حاجة، كل اللي بيعمله الذكر ان هو بيخرج الخطوط عشان يتنقل بس، اما انثى العنكبوت هي اللي بتبني البيت بالكامل، وبعد ما بتبني البيت بتقتل الذكر، وبعد ما أولادها يكبروا أولادها يقتلوها. بيت عجيب جدا، أوهن البيوت لبيت العنكبوت، بيت سيء. ولو انت لاحظت ان ربنا سبحانه وتعالى سورة كاملة باسم العنكبوت، فسبحان الله العظيم القادر على كل شيء. وما زالت معجزات القرآن تبهر العلماء. أي والله ما تسيبش الفيديو ده إلا لما تصلي على سيدنا الحبيب.